انا على العين دي عايزه اعمل السموكي لونه زيتي شويه، فانا هحط كونسيلر شويه غامق على الجفن هنا. بالبيوتي بلندر برضو هطبطب. انا في الاول هستخدم فرشه هتكون مبططه كده شويه، اخد الدرجه دي وانفض كده، اشيل الزياده واطبطب اللون على الجفن. تمام، انا بطبطب كده اللون جنب بعض جنب بعض. لازم تاخدي بالك من اتجاه الفرشه وانتي شغاله. انا العين هنا عايزه اخليها مدوره، فانا مش هطلع بره عينيا، انا مش هسحب كده الشادو، لا انا هوصل لعند اخر العين وبشكل دائري كده بطبطب اللون. الفرشة التانية هتكون بقى فلافي، واحدة واحدة ما تستعجليش وانتي بتدمجي. حسيت ان الفرشة بقى فيها لون، اقدر بمنديل كده امسحها وارجع اكمل تاني. برضو بفرشة كده فلافي باخد اللون وهطلع بقى اكتر اللون الخفيف اللي انا وصلت له بالزيتي، ابدأ برضو ادمج كده الاطراف بتاعته. وبفرشة دمج بس صغيرة خالص كده مبططة، مناسبة للجزء بتاع تحت العين، وتمشي اقرب حاجة لخط الرموش وبرضو مش هتمديه لبره. وبفرشة تانية اللي بنسميها بنسل براش اخد اللون الانتقالي وادمج بيه، وهحطه هو برضو في العين هنا من فوق. فرشة فلات صغنونة كده اخد بيها الهايلايتر علشان عايزة انور تحت الحاجب هنا وفي المدمع برضو. زيتي برضو بس شمر زي لون الكحل اللي انا حطيته، وهدمج بس كده الاطراف بتاعت الشمر مع المات. عشان برضو الزيتي الشمر اللي فوق احطه برضو هنا تحت العين، قصير من قدام ومن الاخر وطويل من النص، بحيث ان هو يكمل معايا التدويرة بتاعت الشادو هنا. وبكده نكون خلصنا. بحبكم قوي 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 قوي.